اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهاردة هقولك على فيديو واحد من احسن ايام التريدينج تعرفها ازاي. وانا هتكلم عن الفيديو ده بالتفصيل علشان ده واحدة من الاستراتيجيز اللي احنا برضو بنستخدمها في التريدينج، علشان تضمن ان اليوم اللي انت داخل فيه تريدينج يبقى يوم مثمر تقدر تخش وتعمل مكاسب كويسة ويبقى عندك استراتيجي وتعرف تخش منين وتخرج منين. فهو ده الاوبجيكتيف من الفيديو او ده الهدف الرئيسي بتاع فيديو النهارده. خلينا نخش في الموضوع على طول، مش عايز الفيديو يبقى طويل علشان اديكم الاستراتيجي واضحه وصريحه وازاي انت بعد كده ترجع تعمل لها باك تيستنج علشان تشوف ستيب باي ستيب. اوكي، انا دلوقتي فاتح الشارت بتاعي على اليورو ين على الوان داي زي ما انتم شايفين كده. احسن يوم بقى تعمل فيه تريدنج امتى بقى؟ لما تلاقي ان اليوم اللي قبليه عمل هاي ولو. يعني ايه؟ جاب الليكويديتي بتاعت اليوم ده. ركزوا معايا بقى على الشارت كده، شايفين ده اللو بتاع اليوم اللي قبليه وده الهاي بتاع اليوم اللي قبليه. واضحة؟ اكتب عليها برضو عشان الناس تركز معايا. ده previous daily high وده previous daily low. تمام. مش مهم الابريفيشنز، يعني مش مهم تحفظوا الكلام ده، بس عشان برضو لما تلاقوها تبقوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. طيب، ايه اللي انا عايز اقوله بقى؟ تعرف ان ده يوم تريدنج حلو وانك عرفت التارجت بتاعك. هننزل ستيب باي ستيب. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك اليوم ده الهاي واللو بتاعه حاطينه. لما تلاقي اليوم النهارده او اللي هو اكشولي امبارح، يعني ان البرايس نزل عمل هانت للليكويديتي هنا، اوكي، وعمل تغطيه للفير فاليو جاب. شايفين الفير فاليو جاب دي اللي تحت دي؟ ايوه، شايفين الفير جاب نزل للفير فاليو جاب واحنا هنا في حاله صعود. فده بالنسبه لك ده يوم تريدنج عسل قوي وحلو قوي. ليه؟ علشان طالما البرايس نزل هانت الليكويديتي اللي هنا وكمل اللي فوق، يبقى هو عايز يطلع كمان يهانت الليكويديتي بتاعه اليوم اللي قبليه، عكس الناحيه التانيه. فعشان كده انت عارف على الاقل تارجت اليوم. عشان تخش بقى هتخش ازاي؟ هو ده السؤال. فانت لما تشوف يوم زي ده يسموها انديسايسيف كاندل، يعني هي مش عارفه هي عايزه تروح فين، واقفه كده في النص. فانت لما يجي اليوم اللي وراه تلاقي ان البرايس كل ده يا جماعه على الديلي شارت، ها، على الوان داي اهي فوق اهي، على الديلي شارت تلاقيه راح نزل هانت الليكويديتي اللي تحت وعمل كمان سكند كونفirmation، عمل كمان اعاده تسعير في الفير فاليو جاب. يبقى انا عارف اكيد ان البرايس عايز يطلع يهانت الناس اللي حاطه الستوب لوز الناحيه التانيه الليكويديتي العكس. تعالى ننزل على اللو تايم فريم على الوان اور مثلا ووريك المنظر بيبقى عامل ازاي. بصوا، اهو ده اليوم اللي قبليه الهاي واللو، الخطين دول. بص بقى البرايس عمل ايه هنا. دي الهاي ودي اللو بتاعت اليوم اللي قبليه. بص البرايس فتح، اول ما السعر فتح راح نزل عمل هانت للناس اللي حاطه ستوب لوز هنا. طب وبعدين كسر هنا الماركت ستراكشر او ما احترمش الفير فاليو جاب دي. انا دي ممكن صعب ان حد يلقطها في الاول، يعني او صعب انك تبقى متوقع ان هو مش هيحترم الفير فاليو جاب دي. لسه مش واضحه لك قوي، بس اللي واضحه لك قوي وانا عايز الناس تاخد بالها منه في الاستراتيجي دي، انك طالما ما لحقتش دي في فرصه تانية انك تلحق دي. اللي هي ايه؟ ان الاوردر بلوك ده. بصوا يا جماعه الاوردر بلوك ده، شايفين بقى البرايس هنا ايه اللي حصل على الوان اور؟ على الوان اور البرايس مبدئيا نزل راح عمل هانت للليكويديتي اللي تحت دي، وانا قايل لك ان احنا في حاله صعود ونزل عمل ريبرايسنج بس في الفير فاليو جاب. يبقى انا متوقع ان هو يقلب ويطلع يهانت الليكويديتي الناس اللي حاطه الستوب لوز هنا. بس عشان اتاكد، شفت الاول ان الليكويديتي اللي هنا اتاخدت، وبعد كده لقيت البرايس راح طلع بغشوميه، كسر الفير فاليو جاب دي ما احترمهاش. وبعد كده انا بقى دخلتي منين؟ دخلتي لما لقيت ما استنيت كل ده اول ما الاقي الشمعة دي عملت تريحة على الاوردر بلوك، انا اصطاد دخلتي من هنا، تارجتي هنا.
ببساطة شديدة جدا من غير اي تعقيدات. يبقى انا عايز اخش من هنا، اول ما يلمس لي دي واحط الستوب لوس بتاعي هنا تحتها، تحت الاوردر بلوك. متارجت فين؟ متارجت الهاي دي. شايفين الجمال بتاع التريدة دي؟ شايفين مضمونة ازاي؟ ممكن طبعا باينة، بس بص لما هتخش التريدة هتلاقي لا، فيها لعب كتير وشفت ان البرايس راح نزل، ودخلتك من هنا من النقطة دي بالذات. ليه؟ لان دي اخر نقطة بيلمس فيها الاوردر بلوك، لان هو عدى الفير فاليو جاب وطلع تاني، ما تقدرش تخش من هنا. هتاخد كل ده نيجاتيف. طب وليه ما تستناه ينزل يعمل بس سندة الاوردر بلوك، ودي دخلتك من هنا. متارجت هنا كمل، مش مشكلتك، انت عندك تارجت واضح وصريح اللي هي الليكويديتي بتاعت اليوم اللي قبليه. فده واحد من اهم او من احلى التريدنجز دايز، لما تبقى داخل شفت ان هو راح جايب اللو بتاعت اليوم اللي قبليه، وغالبا هيطلع يكمل عشان يجيب كمان الهاي بتاعت اليوم اللي قبليه. فدي تركاية كده. راجع الفيديو ده وروح اعمل باك تيستنج عليه في غير اليورو ين. روح اي عملة تانية، روح ذهب، روح فوركس، روح يو اس سات، وشوف المبدأ ده بيتحقق ولا لا. واللي محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.